استمتع وبركة تتبع الأوفي قناة ماروك 850. هنيئا للجمهور ديال المنتخب الوطني المغربي وايضا الجمهور ديال الدول العربيه، لاننا تاهلنا للدور الثاني عن جدارة واستحقاق، وما بغيناش ندوزو حنا الثالثين، وان شاء الله غندوزو حنا الاولين. الاعلام العربي اللي كيشيد بهذه المقابله هذه كيشيد المنتخب المغربي، نشوفوا ولد بنادنا يوسف شيبو اشنو قال على الفوز ديال المنتخب المغربي والهدف ديال الصباري. اجوا نشوفوا كاملين. مع لاعبي منتخب المغرب، لكن ايضا قد يعاب على منتخب المغرب هو التراجع بعد تسجيل هدف، وايضا هو صراحه الميطه الثانيه من يرجعوا الصراحه انتابني الخوف، انا بدات انتابني الخوف بواحد اللحظات في المقابله، وتخلعت بان يقدروا اسكتلندا يضربوا الهدف. صراحه هذا الكلام حتى انا حسيت به وسط المقابله. انخفاض الكثير لابراهيم دياز بالكره، مما عطل ايضا المغرب ناري دياز شحال من كره كيشدها صاحبي، كيعجنها كيعجنها وتطلق صاحبي، طلق وناحي حتى هو. المهم تشكيل خطوره على مرمى اسكتلندا. هي بدايه ممتازه، بدايه اكثر من ممتازه. تسجيل هدف في الدقيقه الاولى تعطي ثقه اكثر. بطبيعه الحال البيت الاول اللي ماركينا كان هو المفتاح ديال اننا نثيقوا في ريوسنا ونزيدوا عاوتاني، غير هو الهدف الثاني اللي كان ناقصنا باش نثبتوا ونرتاحوا، لان الاخوات اللعابه 90 دقيقه ما كانوش مرتاحين. عمليه طلب الكرات وعمليه التمرير كانت في توقيت مناسب، والانهاء ممتاز من شو هنا اونغل فيرمي. دابا الصابير يبان لي اونغل فيرمي، ما كاين حتى شي لاعب غادي يعطيها لي. ها هو اناحي يلاه جاي هنا، ابراهيم دياز جاي هنا، اشنو غيدير؟ خاصو يتيري. اللاعب سايبر يعيش في افضل حالاته طبعا، ومره اخرى نفس اللاعب ابراهيم يمرر بشكل جيد. وبالنسبه لاسرع هدف شي دولة شي فريق عربي ولا افريقي ولا من بين اسرع الاهداف اللي تسجلوا في كاس العالم في التاريخ ديال كاس العالم، دقيقه و10 ثواني. صيباري كما قلنا، صيباري من احد افضل اللاعبين، المهاجم وهم يسجل بيت اونغل فيرمي اللي صراحه بيت واعر. اونغل فيرمي واستغلال المساحات وراء المدافعين استغلت بشكل جيد، ثم الانهاء بشكل جيد. هو لو الصابير بيني وبين كيدير خدمه مزيانه، كيدخل كيماركي بيت صافي، كيدير خدمته الصابير هو كيدخل وكيماركي بيت. لحظه صيبر كان يشاهد الجهه شو كان هنا حكيمي لم يشاهد احد، ثم اختار التسديد مباشره. طبعا لانه اول شيء الكنترول كان، الترويض كان جيد. كونترول ديما هو الكونترول عنده مزيان صراحه، الكونترول عنده مزيان. شو لكن شوف اللاعب الكبير اللي كيكون كبير هو اللي كيهز عينه، ماشي كيبقى حاضر راسو، كيهز عينه كيشوف اللاعب اللي معاه. عليك ان تستغل كل الفرص، وتكلمنا عن 4 فرص اجتنا في الشوط الاول. بلال خنوس هنا ورك على ما عرفتي، ما تهزات واحد شويه، ما تهزات ما عطى ما بالسيور. واللاعب صيباري وحتى حكيمي كانت عنده فرصه، المفروض نسجل هدف اخر. هدف نورمالمون اليوم كان خاصنا نماركيو، سالينا اليوم كان خاصنا نماركيو. ثاني هكا نطمئن اكثر، يعني ممكن اي خطا، ممكن كره. احنا مطمئنين غير هو البيت الثاني كان غيريحنا، لان الماتش شوف كامل المغاربه عاشوا هذه اللحظه هذه في الماتش، هو اننا كنا مزيرين، سالينا كنا مزيرين ثابته. ممكن ضربه جزاء، ممكن يجي عليك هدف. ديوب يجب ان يحتاط، عنده انذار وتدخل مجاني. ونري ديوب ما كاينش شي مغربي يتفرج في الماتش وديوب ملي كان كيشد ما كيحسش بالخلع. خدا صفره فابور باصه صاحبي ناري معقد صاحبي، كيشد كيبغي يطلق كره كيطلق اليوم. اقسم بالله ديوب كيزيرني يا صاحبي، اقسم بالله. يعني خد انذار مجاني، المفروض كان يبقى مع المدافع. هو اول شيء انتسب، يعني ذهب ترى كيتم غادي بحال شي معزه، كيتم كيتفافى سبق المهاجم، ثم ترى ثم ما كانش شد. يجب ان يحتاط، لان ممكن كارت اخر ممكن يطرد. المزراوي مقدم مباراه كبيره وسط الملعب. مزراوي الحاج هذاك راه بزاف، الحاج كيصلي عليهم، كيدخل كيقضي الغرض. عندك مزراوي اليوم عجبني، عندك المهم مزراوي تقريبا نقدر نقول لك الطوب كان اليوم بزاف. بونو داك ديما مزيان، حكيمي كان مره مزيان مره شويه، شادي رياض حتى هو برافو عليه اليوم. يونس العناوي اليوم العناوي مقدم مباراه كبيره اليوم في عمليه استرداد، في عمليه التكمله اللي تكلمنا عليها اكثر. كما قلت ابراهيم عليه احيانا ابراهيم خاصو يطلق باس، ما تبقاش تعجنها، شد دريبلي الاول طلق باس، دريبلي الثاني طلق باس، شد كترجع كتطيب الظهر يلعب لمستين، ثم يلعب لعب جماعي اكثر من اللعب الفردي. طبعا لان المنتخب المغربي يعتمد على الجماعي، لكن هو على العموم شوط جيد. خنوس سوج ديك الكره صحيحه بزاف صاحبي، مستحوذين اكثر، لكن نحتاج الى هدف ثاني لكي نرتاح اكثر ونلعب اريحيه اكثر. طبيعه الحال كان صاحبي الماتش خاصنا البيت الثاني باش نرتاحوا صاحبي، ديما ديك بك سالينا صاحبي،
يا ربي المره الجايه الله يرحم لكم الوالدين يبدل شويه الخطه، فهمتي؟ ما يبقاش لعب هذيك تسعود وهمي ضد هايتي، يلعب شي اتاكون ولا شي جوج ولا. كان له عمل كبير في افتكاك الكرة وربط خط الدفاع بالهجوم، قدموا مباراة كبيرة في الشوط الأول. هي ما غتماركيش علينا شي بالنسبه لهذا، ما غتماركيش علينا بهذيك الخطه اللي تلعب بها وهبي، ما غتماركيش وغتبقى حتى الغدا. غير هو حنا كنبقاو صاحبي في الشك، حنا كنبقاو في الشك صاحبي. المهم مبروك علينا الفوز، ان شاء الله نتلاقاو في ماتش الهايتي. مبروك عليكم، السلام عليكم.